كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال بصحه جيده يا ربي. عواشر مباركه مره اخرى. اليوم جبت لكم وصفه جديده. قبل ما قدمت لكمش راسي، معكم فدوى من قناه فدوى بلا شانيل. اليوم غنقدم لكم سيجار ديال الكاوكاو، كيجي رائع في المذاق وساهل حتى في التوجد، ما كيعذب ما والو، حقيقه احسن من هذوك المحينشات الصغار ديال اللوز. المهم غادي نقدموا لكم بطريقه مبسطه وسهله وندوزو المقادير. عندي هنايا كاوكاو تقريبا كيف ما كتشوفوا هنا، عندي بالباوند ماشي بالكيلو بالنسبه للناس اللي عايشين في امريكا. تقريبا عندي هنايا واحد 2 باوند، واحد 800 غرام، ما كاملاش. هنا خديته هذا ما فيهش القشره، كانوا بعض الحبات ولكن ماشي مشكل، ما كيضروش. حيدت منهم شويه داك القشره، غربلته شويه من هذاك القشره اللي فيه، وحقيقه ما دخلتوش الفران، انا حمرته غير في واحد المقله غارقه، درت فيها واحد 2 معالق ديال الزيت وديته وجبته حتى تحمر شويه، ولا عطى داك اللون ذهبي فاتح، ما خليتوش حتى تحمر بزاف. ما كثرتش الزيت، كاين اللي كيقليه في الزيت بزاف، انا ما كيعجبنيش نقليه في الزيت بزاف، ما كيعجبنيش يكون شارب الزيت بزاف. داكشي انا درت غير هاد الطريقه هذه، حمرته غير في مقله. وكاين اللي كيديروا بحال هكا، كيدهنوا غير بالزيت ويدخلوا الفران. انا درت لي غير هاد الطريقه بحال هكا. هنايا درت تقريبا واحد 12 حبه ديال المسكه الحره، هذه هي اللي كنستعمل. كنشري هاد القرعه صغيره تقريبا شي $12. عندي هنايا المزهر، عندي هنايا نص معلقه ديال القرفه، عندي معلقه كبيره ديال الكراميل، وعندي 50 غرام الزبده. وبالنسبه للسكر راني ما كثرتش السكر، هذاك راه براون شوغر، السكر البني. تقريبا درت 3 المعالق كبار. كيف ما كتشوفوا بحال ديما عندي مشكل في الماكينه، ولكن ماشي مشكل، لقيت الحل الحمد لله. درت ليه في الاول هاشوار بحال هكا كيف ما كتشوفوا، من بعد طحنته في هذيك الماكينه ديال القهوه. المهم سهل لي الموضوع. هنايا طحنت داك المسكه الحره مع معلقه صغيره السكر، وبديت كنطحن داك الكاوكاو ديالي. بالنسبه للقرفه درتها في هذاك الكاوكاو اللي كنت ديجا طحنت في الاول، درت ليه هاشوار، ومن بعد في الاخر من غادي نطحنو حتى كيرجع عجينه مزيان. هاد كنضيف ليه داك الزبده، وكنضيف ليه داك المعلقه ديال الكراميل والمزهر كيف ما كتشوفوا. هو ديجا طحنته. هنايا غنبدا نجمع مزيان بيدي، ندخل داك الزبده وداك الكراميل في داك الكاوكاو حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. ولاحظتي اللون ديال الكاوكاو بدا يتبدل مع داك الكراميل. اللي عندها البخانيني موجود في الدار تقدر ديرو تعوضوا بهذا الكراميل. حقيقه هذا الكراميل كيعطي مذاق زوين فحالو فحال البخانيني. المهم انا دخلته مزيان في هذا الكاوكاو هذا، عجنته مزيان، وضفت تقريبا كيف ما كتشوفوا يدي تقريبا واحد معلقه ونص ديال المزهر. كيف ما كتشوفوا هنا يبدا كيتجمع ليا صافي. حسيت به مزيان وذقته فيه واحد المذاق زوين بزاف بزاف. حتى من بعد منين قليتهم وتعسلوا حتى ما عطى واحد المذاق زوين رائع. غندوزو بالنسبه اللي عايشين في المغرب، سعداتكم بالورقه البسطيله. المهم دائما كنلقى مشكل في الورقه البسطيله هذه، خديت عاوتاني نوع اخر لقيتها ناشفه بزاف. قطعتها ومن بعد هاد سميتو دهنتها بشويه ديال الزيت ضروري. المهم انا درت الطريقه، تنيتها هكا على 2، ومن بعد عاوتاني تنيتها على شكل اخر باش عطاتنيها بحال هاد مثلثات. نحاول نحيد هذوك القنيتات اللي قاصحين اللي ما غيصلاحوش. قطعتها من هاد الجهه ومن هاد الجهه. انا بغيت غير نوريكم الطريقه كيفاش درتها بالنسبه للناس اللي عندهم ورقه البسطيله على شكل مربع. اما لا عندكم بالنسبه اللي عايشين في المغرب كتكون مدوره، كتجي ساهله، كتقسميها على 4 او لا على 6 على حسب الحجم اللي بغيتي في هاد القنينطات ديال هاد الكاوكاو او اللوز كيف ما درتي. انا هنايا ما بغيتش يجيوني كبار، درت 10 غرام، ماشي فحال المحينجات، درت محينجات 12 غرام ديال اللوز. انا هادو ديال الكاوكاو بغيتهم يجيوني صغار ورقاق وطوال
كيف ما شفتوا في اللو ديال الفيديو درت فيهم 10 غرام في كل وحده. هاد الحقيقه هاد الميزان هذا الكترونيك كينفع بزاف، واخا كتاخدي الوقت باش كديري كويرات وحده بوحده وكتعبري بوحده بوحده، ولكن كيستاهلوا لان كيعطيو المنظر زوين. منين كتقليهم كتجمعيهم وتقليهم تقريبا كاملين كيجيو في نفس الحجم، ما كضطريش شي وحده تجي كبيره وحده صغيره وحده رقيقه وحده خليضه. المهم غندوز انا نوريكم الطريقه ديالي كيفاش دهنتها. هنايا في الاول كيف قلت لكم حسيت بها ناشفه، وقفت يديا دهنتها، وهاد بديت كنكمل. كنظن هذه جمعتها ولا ما بقيت عاقله. المهم هادشي صيبته البارح، وحقيقه في النهار اللي صيبتها في النهار اللي طويتها ما احتاجتش انها لا بات لا والو، خليتها حتى تجمعات مزيان. حسيت بالورقه نشفات، لصق فيها مزيان داك الماء والطحين مسوكن. ما اضطريتش انني نخليهم يباتوا، خفت لي يتحلوا ليا في القلي، ولكن الحمد لله قليتهم في نفس الليله وعسلتهم باتوا في العسل، بيتهم في العسل. ما نعاودش لكم كيصبحوا لحد الان راهما والله لا كنسجل هذا الاوديو هذا وهما راه باقيين في العسل. يلاه دابا درتهم يقطروا. كيف قلت لكم انا حسيت بها ناشفه، مشيت جبت الزيت وبديت كندهنهم. حقيقه درتها في الاول جاتني حسيت بها ما مجموعاش مزيان، وحسيت بالورقه ناشفه بزاف. ما عرفت هما كيفاش كيطيبوها. كنظن ما كيديروش الزيت، كيديروا النشا باش ما كتلصقش ليهم وحده على وحده على ما كنظن. المهم حسيت بالورقه ناشفه. هنايا حاولت معكم واحده اخرى باش نوريكم الطريقه. رققتها مزيان، كنجمع هذوك الجناب داك القنيتات وكنلويها. في الاول كنزير يديا باش كتجمع العجينه مع داك العماره ديال الكاوكاو. من بعد منين كنلوي ما كنزيرش بزاف، كنرخي يديا شويه ماشي بزاف، لان لا رخيتي يديكم كضر يمكن تحل لكم منين تبغي تقلى، ومن الداخل غتجيكم شويه خاويه باش غادي تشرب لكم الزيت. حاولوا انكم ما تصيروش بزاف وما تخليوهاش مرخيه. كيف ما جات في هذا الشكل هذا ما تخافوش يتبان لكم ان معنفجه ولا شي حاجه، لا. فاش كتقلى في الزيت راه كتنفخ داك الورقه وكتعطي داك العبار ديالها، القياس ديالها كيجي منفوخ وزوين وعامر بداك الكاوكاو، حتى هو كيعطي لذه زوينه بزاف بزاف. المهم هنايا بغيت نعاود معكم واحده اخرى، ما بغيتش نسرها الكاميرا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير انا. حقيقه في الاول انا طويتها هكا في الكوزينه تقريبا النص ديالها، ما قدرتش نبقى واقفه. المهم كملت النص، والنص الثاني ديت كلشي فوق الطبله وجلست وبقيت وحده على وحده وحده على وحده. تقريبا خدات ليا واحد الساعتين المكانه. راك عارفه مع التوجد ديال الغداء الوليدات ومع الشقه، مهم حاجه لحاجه كنوض كنقضي شغلي ونرجع نكمل. ولكن بالليل قليتهم صافي دغيا في ساعه قليتهم ودرتهم يتعسلوا وخليتهم باتوا في العسل. من الاحسن تخليهم تقريبا واحد 6 سوايع الا ما بغيتيهمش يباتوا في العسل، خليهم على قليله واحد 5 حتى 6 سوايع. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا قطعت الورقه تقريبا النص ديالها وبديت كندهنها بالزيت. بالنسبه للناس اللي عندهم الورقه البسطيله ديجا فيها الزيت ما تحتاجوش دهنوها بالزيت بحال هكا، حيت انا حسيت بالورقه ناشفه بزاف بزاف. المهم انا ما بغيتش نهضر بزاف، راه الفيديو واضح كيوضح كل شيء. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه كيفاش درت ليها انا القنينطات ديال الكاوكاو بالمقادير ديالها بسيطه، ما كتحتاج شي حوايج زعما اللي غاليين بزاف. اشنو هو اللي غالي هنايا؟ هي المسكه الحره. المهم هنايا صافي كيف قلت لكم خليت حتى بناتي نعسوا، تهنيت من صداعهم. هاد بديت كنقليهم على خاطري. قسمتهم تقريبا واحد 4 حتى 5 القليات. هادوك الاخرانيين ما بقاتش ليا الورقه مربعه، كانت بقات ليا واحد شويه الورقه طويله من هادوك البريوات ديال اللوز اللي كنت درت في الاول. دهنت هذيك الورقه بالزيت ودرتها في واحد الميكا ديال بلاستيك غذائي اللي كتشد اللي كتشد بالزيبر. حقيقه والله لا بقات شاده راسها. درتها غير في الثلاجه ما درتهمش في الفريغو.
منين شفت انني بقى لي داك العماره ديال الكاوكاو، جبدتهم ولويتهم على شكل بريوات، حتى هما عطاو منظر زوين بحال شكل بريوات بحال هكاك. المهم ما بغيتش نضيع هذيك العماره بقات ليا. كيف ما كتشوفوا انا الزيت شهدت عليها في الاول تسخنات مزيان، من بعد نقصت عليها. حاولوا ما تجهدوش، ما تخليوهاش مجهده، لان راه غيطيبوا لكم يتحمروا لكم من على برا ومن الداخل غتبقى الورقه من الداخل عجينه. بالنسبه للعسل انا غير شريتها، كيف ما كتشوفوا كنخليها بارده، ما كنسخنها ما والو. هنا لاحظتي داك الاول اللي درت داك القنينط الاول بدا كيتحمر. المهم ردوا ليه البال، الا كنتي ودرتيو شي مقله زيت ما عمرش بالزيت بزاف وصغيره اولا متوسطه بحال هكا، حاولوا نتوما كتقليو ونتوما كتحركوا في نفس الوقت باش ماشي غير يتحمروا من جهه وجهه لا. وما تخافوش راه ما كيتهرسوا ما والو، ساهلين في الطياب دغيا كيوجدوا. تقريبا ما درت فيهم حتى ربع ساعه ما كاملاش في حقيقه، دغيا قليتهم وخليتهم كيتعسلوا مزيان مزيان. تقدروا تسوقوهم باللوز ايفيلي، بالزنجلان، بكاوكاو نتا هو مهرمش، داكشي اللي كيرجع ليكم. انا زوقتهم باللوز ايفيلي حتى هما عطاو منظر زوين. وداك الوريضات ديال الوريضات الصغيورين ديال الزواق، ديال الوريضات ديال الزهر، فيهم داك المطاق ديال الزهر زوينين بزاف. المهم هنايا درت القليه الثانيه. كيف ما كتشوفوا ما تنساوش منين تبغيو تقليو ضروري خاصكم تحركوا وتخليهم منين تهزوهم يقطروا شويه من الزيت. كيف ما كتشوفوا داك القليه الاولى، من بعد ملي كتحيديهم كديريهم في ديك كتغطسيهم في داك العسل، كيتبدل مازال اللون ديالهم كيتغمق. حاولوا انكم تردوا لهم بال، ما تحمروهمش بزاف، لان راه مازال ملي كديروهم في العسل راه كيزيدوا كيتغلق اللون ديالهم باش ما يجيكمش محمرين. هنايا عاوتاني درت ديك القليه الثالثه. حقيقه هما ساهلين في التوجاد وكيجيو لذاذين. الا بغيتي ديرهم حتى بحال الشكل هكا هما تعمروهم باللوز حتى هما كيعطيو منظر زوين ومذاق زوين. وها هما القنينطات اللي وجدت معكم كيفاش كتشوفوا زوينين في المنظر وفي المذاق روعه روعه بزاف. استسمحوا لهذا الصوت.